أهلا بكم في قناة رحلات عبر الزمن. كلنا بنسمع الناس بتتكلم عن الربح من الإنترنت، بس قليلين اللي فعلا بيحققوا نجاح فيه. في ناس بتقولك إنها كسبت ملايين، وناس تانية بتقول إن الموضوع كله نصب. طيب الحقيقة فين؟ والفرص اللي فعلا ممكن تستفيد منها؟ ومنين تبدأ؟ الحلقة دي جاية بعد فترة غياب طويلة، وكنت مستني اللحظة دي عشان نرجع ونجيب لكم موضوع تقيل كده يشدكم ويجاوب على أهم الأسئلة اللي بتدور في دماغكم. متنسوش اللايك لو عجبكم الكلام، والاشتراك في القناة عشان الحلقات الجاية هتكون نار. الربح من الإنترنت هو مجال واسع جدا، مليان فرص، لكن كمان مليان خدع. في البداية خلينا نتفق على حاجة: الإنترنت مش مكان للمكاسب السهلة، لكنه زي أي شغل تاني محتاج تعب، تخطيط، وصبر. هنقسم كلامنا لعدة طرق. 1. الفريلانسنج أو العمل الحر، دي أكتر الطرق شيوعاً بين الشباب. لو عندك مهارة زي الكتابة، التصميم، البرمجة أو الترجمة، تقدر تعرض خدماتك على مواقع زي Upwork أو Fiverr. الفكرة هنا إنك بتشتغل على مشاريع صغيرة مقابل أجر معين، بس المنافسة شديدة جداً. محتاج تعمل بورتفوليو قوي وتشتغل على نفسك. 2. التجارة الإلكترونية، إزاي تبيع منتجاتك أو منتجات ناس تانية على الإنترنت. مواقع زي أمازون وإي باي فتحت أبواب ضخمة للناس اللي عايزة تدخل المجال ده. كمان منصات زي شوبيفاي بتساعدك تبني متجرك الخاص. السر هنا هو اختيار منتج عليه طلب كبير ومعرفة إزاي تروج ليه. 3. إنشاء المحتوى، سواء كنت بتعمل فيديوهات على يوتيوب أو بتكتب مقالات على مدونة، ده مجال مربح جدا، بس عايز تميز نفسك وتقدم محتوى مختلف. زي ما إحنا بنعمل هنا، بنحاول نقدم محتوى جديد وجذاب يخلي الناس تستفيد وفي نفس الوقت يستمتعوا. 4. التسويق بالعمولة، المجال ده ببساطة بيعتمد على إنك بتروج لمنتجات لشركات معينة، وكل عملية بيع بتتم عن طريقك بتاخد عليها عمولة. مثلا لو عندك مدونة أو قناة يوتيوب، ممكن تسوق لمنتجات معينة وتكسب منها. 5. الاستثمار من العملات الرقمية للأسهم، الإنترنت فتح الباب للاستثمار بأساليب مختلفة، بس ده مجال لازم تكون فاهم فيه كويس جدا قبل ما تبدأ عشان المخاطر فيه عالية. تحديات الربح من الإنترنت: الوقت والتخطيط، الإنترنت ممكن يسرقك لو مش منظم وقتك. الخدع والنصب، في مواقع كتير مشبوهة بتوعدك بأرباح وهمية. التوقعات العالية، ناس كتير بتفتكر إن النجاح هيجي بسرعة، لكن الموضوع محتاج وقت. نصايح للنجاح: تعلم باستمرار، الإنترنت بيتغير بسرعة، لازم تفضل مطلع على كل جديد. ابدأ صغير، متحطش كل فلوسك أو وقتك في مشروع واحد. اختار مجال بتحبه عشان تقدر تستمر وتنجح فيه. في النهاية، الربح من الإنترنت حقيقي، لكنه مش سهل. لازم تكون مستعد تبذل مجهود وتتعلم من أخطائك. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو لسه عندكم أسئلة أو محتاجين تفصيل أكتر عن أي موضوع، اكتبولي في التعليقات. متنسوش اللايك والاشتراك في قناة رحلات عبر الزمن عشان نكمل معاكم رحلة استكشاف كل جديد. كل ما تدعمونا نقدر نجيب لكم محتوى أقوى وأفضل. شكرا لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية.